لأنه إذا استقلت كانوا الروس يخافون أن تركستان الشرقية يضر أو يساعد لتركستان الغربية ويضر الاحتلال الروسي. فتركستان الشرقية أقامت دولة إسلامية في عام 1983 بقيادة خوجا نياز حاجي، برئاسة خوجا نياز حاجي 1933. ثم كان هنا دولة جمهورية تركستانية في عام 1944. خلال كلا الدولتين الروس اتحدوا مع الصينيين على أساس الدولة الإسلامية ما تستمر، الاستقلال هذه ما تستمر. فالروس ساعد الصينيين لاحتلالهم مرة ثانية وثالثة. أكثر من 100 ثورة ضد الصينيين، والتركستانيين استشهدوا في صف التركستانيين أكثر من مئات الألوف في صف التركستانيين. والروس دائما كان يساعد للصينيين على ضد التركستانيين. وآخر احتلال كان من طرف الصينيين في عام 1949. وقبل ذلك ما بين 1946 و 49 كان هناك حكومة مشتركة بين التايوانيين والتركستانيين. وبعد دخول الشيوعية إلى تركستان الشرقية، حتى الشيوعيون لما دخلوا إلى تركستان الشرقية وعدوا أنهم سيعطون استقلالية لتركستان الشرقية في المستقبل. وحتى في عام 1955 هم أعلنوا حكم الذاتي لتركستان الشرقية على أساس يعطوننا استقلالنا في المستقبل. وكان في اتفاقية بين زعماء التركستانيين والصينيين قبل دخولهم إلى تركستان الشرقية لإعطاء الاستقلالية للتركستانيين في المستقبل القريب. وهم دخلوا إلى تركستان بدعوى أنهم يساعدون في كل شيء مؤقتا، وفيما بعد يعطونا استقلالنا. ولكن هذا الوعد والاتفاقية بقيت كما هي في مكانها. يعني سيد هداية الله، يعني أريد أن أعود بك إلى الأحداث الدامية الأخيرة التي وقعت في تموز الماضي، وربما على الرغم من بشاعتها إلا أنها كان لها ربما دور كبير في تعريف العالم الإسلامي بما جرى هناك في تركستان الشرقية. أريد أن أعرف منك ما الذي جرى؟ أنت على اطلاع وعلى اتصال بالناس هناك، أريد أن أعرف ما الذي جرى بالضبط، وهل القضية هي قضية مقتل عمال 2 من الأيغور في مناطق الصينية على يد الهان الصينيين، أم هناك شيء آخر وهناك مطالب أخرى للشعب التركستاني؟ هناك عدة أسباب للحادث في أورمتشي في أغسطس في تموز. منها السياسات النافذة الظالمة على التركستانيين، منه الفقر، الجهل والتمييز العرقي وتدمير الأخلاق التركستانيين، والتهجير الصيني غير عادلة، والنظام الاقتصادي غير عادلة. وهذه الأشياء سبب من أسبابها. قبل أن نتحدث حادث تموز في أورمتشي، لابد أن لا ننسى الحادث في شاوغوان في شهر 6 في شهر 26. هناك كان عمال تركستانيين يشتغلون في مصنع لعبة في شاوغوان،
الصينيون هاجموا، آلاف من الصينيون هاجموا في ذاك الليل من الساعة 2 إلى الساعة 7 صباحا، 5 ساعات. ولدينا أفلام الذي أخذنا من العبر الإنترنت. وعندما شفنا هذا نرى القتلى التركستانيين ليسوا 2 كما يقول الأنباء الصينية. وأيضا هناك شاهد عيان جاءوا من تركستان الشرقية، أخبرونا أن عدد القتلى والغائبين يزيد من 500 من 800. لذلك والصينيين كنت عندما تشوف الفيلم الصينيون يفرحون ويقتلون التركستانيين، والأجساد التركستانيين مليئة في الشوارع، والصينيون يقفزون ويفرحون. الكلمات التي تخرج من أفواههم يقولون الأيغور ماتوا كلهم، وبعد التأكيد أنهم قتلوا كل التركستانيين يرجعون حتى إلى هذه الإبادة، قتل جماعية حدث خلال 4 ساعات أو 5 ساعات. والسلطات الصينية والأجهزة الأمنية لا تتدخل خلال 4 ساعات، وهذا أمر يشكك ويغضب الشعب التركستاني. كيف يمكن الذي يعرف النظام الدولة الصينية يعرف أن ما أحد يستطيع خروج إلى الشوارع بهذا التجمع كبير دون إذن الصين، دون أن يأخذ الإذن من الصين، وخلال 4 ساعات أو 5 ساعات، ويقتلون الأبرياء ولا يتدخل السلطات الصينية. وهذا بعدين هؤلاء الصينيين الذين قتلوا الأبرياء هم نشروا هذه الأفلام في الإنترنت. وعندما شاهدنا نحن أيضا والشعب التركستاني تحيروا من هذه الدهشة، وأخبروا هذه الحادث، ونقلوا عبر الإنترنت والتليفون هذه الأفلام إلى كل داخل تركستان. وهذا الأمر، هذه المظاهرة التي حدثت في 5 تموز في أورمتشي ليست منظمة من خارج تركستان. وهذا مقابل ما حدث في داخل الصين. وخرجوا من 300 إلى 500 من الشباب، أكثريتهم من الشباب الطلبة الجامعي، خرجوا إلى الشوارع، أتوا إلى مبنى الحكومة يطلبونهم سلميا، يطلبونهم أن يحققوا الأمر ويعاقب المجرمين. لكن هم بعدين